السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول طبعا بهني كل طلاب الثانوية العامة وربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله في حياتكم الجامعية. أما بقى طلاب الدفعة الجديدة إن شاء الله تكون سنة سهلة وسعيدة. هتكلم معاكم إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده كده 5 نقط عن مادة التاريخ بالنسبة لطلابنا وخطة العمل اللي هنشتغل بيها إن شاء الله على مدار السنة كلها. طيب هبدأ الأول كده برقم 1 كده وهو نبذة عن منهج التاريخ في الثانوية العامة. أولا كده عندك منهج التاريخ في ثانوية عامة عبارة عن 8 فصول عندنا مقسومة ل 29 درس. عندنا كده عدد الدروس 29 درس في منهج التاريخ ثانويه عامه. بص بقى انا مش هقول لك في فصول سهله وفصول صعبه، لكن هقول لك خد بالك وركز قوي على الفصول دي. الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع والفصل السابع. الاربع فصول دول مهمين جدا بالنسبه للربط ما بينهم وان انا لازم اكون فاهمهم صح. نخلي بالنا منهم كويس جدا واحنا بنذاكر. طيب هندرس ايه بقى في تاريخنا الثانويه العامه؟ الفتره اللي احنا بندرسها بعنوان كده كبير تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وفيها بندرس فيها تاريخنا بدايه من الحمله الفرنسيه مرورا بمحمد علي وعياله. بعد كده بناخد مجموعه من الثورات زي الثوره العربيه، ثوره 19 سعد زغلول والحركه الوطنيه، وبعد كده بناخد فتره ثوره 23 يوليو والضباط الاحرار، وبننتهي بعد كده في الفصل الخامس والسادس بنتكلم عن الاستعمار بالنسبه لبعض الدول زي الدول العربيه اللي في شمال افريقيا، او عندنا مثلا فتره الاستعمار لدوله العراق ودوله لبنان وسوريا. طبعا الفصل السابع سيبك انت بقى تتفاجئ فيه. طيب نظام الشرح هيكون ازاي؟ عندنا كده نظام شرحنا في ماده التاريخ هنشتغل النظام الاول، وده هيكون نظام الاوفلاين من خلال السناتر، موجودين ان شاء الله في القاهره، قريبا جدا ان شاء الله هنكون في الجيزه. اما بالنسبه للنظام الثاني ده هيكون نظام الاونلاين، وده هيكون من خلال اليوتيوب لكل طلابنا في الجمهوريه. دي اهم نقطه بقى وركز قوي فيها كده معايا بالنسبه على مدار السنه ايه اللي القائد بيقدمه لطلابه عشان نقدر نلم ماده التاريخ ونقدر ان احنا نجيب اعلى الدرجات ونوصل لل 60 واحنا فاهمين ومستريحين ونكون لامين المنهج كويس جدا. نظام الشرح هيكون كالاتي: طبعا كل جزئيه في التاريخ كده نشرحها بفهم، طبعا في اجزاء منها محتاجه حفظ. الحاجه الثانيه اللي لازم يبقى فيه نوع من انواع الربط والتحليل، وده اللي اهم بكتير. طبعا انت النظام ده هتبدا من اول الفصل الاول والدرس الاول هتبدا تمشي معايا فيه وهتبدا تتعود عليه كويس جدا. بس اهم حاجه واحنا بنشرح سواء اوفلاين سواء اونلاين ركز على اكد فهمك وافهم صح، لان دي بتبقى ملخص مهم جدا للاجزاء اللي احنا شرحناها. ازاي بقى هقدر ان انا اتابعك وبرده كذلك لولي الامر عشان يبقى متابع معايا، وفي نفس الوقت حضرتك برده تبقى ماشي معايا من اول محاضره لحد اخر محاضره ان شاء الله لحد ما نبدا ندخل في مرحله المراجعات. اولا عندك 6 حاجات كده هنركز عليهم. رقم 1 كراسه المتابعه بالحضور والدرجات، دي هتتسجل كل محاضره. 2 هنتابع الواجبات، طبعا قبل كل محاضره بتتصحح وبيتم فيها طبعا تعرف الاخطاء اللي عندك عشان تقدر تستفيد منها عشان ما تتكررش تاني. 3 عمل امتحان الكتروني، وده هيبقى برضه على كل فصل عشان تقدر ان انت تستوعب اكتر وتطبق اسرع. 4 عن طريق عمل امتحان شامل على كل فصل. 5 عمل امتحان شامل على نص المنهج بالظبط. 6 طبعا وده بيبقى امتحان تجربه بنهيئ حضرتك فيه ونشوف بقى كل المجهود اللي عملته انا وحضرتك، نشوف المجهود ده وصلنا لحد فين. ده امتحان بيبقى امتحان تجربه مماثل بالظبط كده، طبعا اكيد مش امتحان النهائي وده امتحان السنه، ولكن بيبقى مماثل ليه عشان تبقى مريت عليه وفي نفس الوقت بيبقى قوي شويه. تقدر بقى تشوف كل اللي احنا لميناه فعلا من خلال منهجنا من اول لما بدانا من شهر 8 لحد ان شاء الله باذن الله لحد شهر 3 او شهر 4 لحد ما بننهي تماما ونبدا المراجعات. اخر نقطه بقى في ال5 كده ودي اهم نقطه، انت مطلوب منك ايه؟ اولا تركيزك في الحصه سواء اوفلاين او اونلاين. الحصه خد بالك في الاونلاين مش هتتعدى ال 40 دقيقه، مش كده؟ فمحتاج ان انت تكون مركز كويس جدا فيها، فدي نقطه مهمه جدا، تركيزك سواء في الاوفلاين او الاونلاين. 2 نصيحه مني لطلابي ويمكن نصيحه غاليه جدا، هات كشكول من اول السنه وابدا اشتغل عليه، سجل فيه ملخص كده للدروس وابدا فيه نقاط معينه انت حسيت في الحصه وانا بشرحها مهمه جدا ابدا انت اكتبها، هيفرق معاك كتير جدا. ويا ريت كل درس يتسجل في المحاضره سواء في الاوفلاين او الاونلاين تسجل اسماء الدروس وملخص ليها صغير جدا. النقطه الثالثه تعمل حاجه اسمها خريطه ذهنيه، وخريطه ذهنيه دي عشان تثبت فيها المعلومه، ودي من خلال التدريب مع بعض. من اول محاضره هبدا اعلمك ازاي في اخر دقيقه في المحاضره ازاي ان انت تعمل خريطه ذهنيه تلم فيها الجزء اللي احنا شرحناه. النقطه الرابعه طبعا بعد ما بنخلص ده كله مع كشكول مع الخريطه الذهنيه ابدا بقى لخص الدرس كله بعد ما يخلص مع تلخيص الفصل بالكامل ان شاء الله. اخر نقطه واهم نقطه، حل كتير على قد ما تقدر. النظام الجديد ده من اول لما اتنشأ على نظام الاختيارات او الاسئله المتعدده او اسئله المقالي، اللي بينجح فيها اكتر اللي بيقدر يتعرض لعدد كبير من الاسئله. حليت قد ايه؟ حليت كام الف؟ في كتاب هينزل معاك في التدريبات حوالي 6000 سؤال، ده غير طبعا الاسئله اللي بنحلها مع بعض في اثناء المحاضره. واخر حاجه كده ونصيحه مني ليك وانت داخل في بدايه الثانويه العامه، مش في التاريخ بس ولكن في كل المواد،
سنوات. اتعب هتلاقي، اسعى ربنا هيديك فعلا على قد سعيك، وعافر فعلا هتوصل. ما عرفتش حد في ثانويه عامه عمل مجهود قوي جدا الا وربنا كرمه. ماشي كده؟ ان شاء الله باذن الله تبقى سنه سعيده وسنه سهله تقدروا ان انتوا تحققوا فيها كل امنيه. متاكد دايما الايه القرانيه كده وحطها دايما كده قدام عينيك، بسم الله الرحمن الرحيم، وان ليس للانسان الا ما سعى. لا وبص الاجمل بقى، رد الايه اللي بعدها على طول، وان سعيه سوف يرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى شايف سعيك ده كله. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، طلاب القائد في كل مكان.